يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. ميني بانكيك هش اسفنجي وطعمه لذيذ جدا، وبمكونات بسيطة هتعملي كمية كبيرة جدا. وعشان نرضي كل الأذواق هنقسم العجينة نص فانيليا ونص كاكاو. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. ومش هياخد منك وقت خالص في تجهيزه، وتقدري تقدميه بأكتر من طريقة، مع عسل وفاكهة أو مع نوتيلا بيتي. لو مفيش ده ولا ده، مع شوية سكر بودرة هيبقى زي الفل وهيتنسف منك في ثواني. مع بعض يلا نبدأ نجهز الميني بانكيك. وفي بولة ناشفة هنزل بعدد 1 بيضة في درجة حرارة الغرفة، عليها كيس فانيليا، معلقة كبيرة من الخل. هبدأ أضربهم بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقة، واضيف لهم معلقتين كبار من السكر. هنزل بالسكر بالتدريج وانا بضرب بالمضرب الكهربائي. هضرب البيض مع الفانيليا والسكر لمدة 4 دقايق، واضيف لهم كوبايتين كبار من الحليب، وهسيح 3 معالق كبار من الزبدة، وانزل بيهم على الخليط واخلطهم مع بعض كويس جدا بالمضرب الكهربائي، وانخل عليهم كوبايتين من الدقيق. وبكده بحجز اي تكتلات او شوائب من انها تنزل للعجينه. بضيف معلقه كبيره من البيكنج باودر، ربع معلقه صغيره من الملح، وهقلب تقلبتين بالمعلقه عشان لما اشغل المضرب الكهربائي الدقيق ما يطرش ويبهدل الدنيا. بالمضرب الكهربائي هضرب كل المكونات مع بعض لحد ما تديني خليط متجانس، اتقل بحاجه بسيطه عن خليط الكيك، واغطيها واحطها في التلاجة لمدة نص ساعة عشان قوامها يتقل. وبعد نص ساعة هطلعها من التلاجة واقلبها تقلبتين، واقسمها على نصين بقدر الامكان على قد ما اقدر يكونوا متساويين. نص فانيليا والنص التاني هحط عليه معلقة كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلى، او ممكن تحطي كاكاو خام محلى، مفيش مشكلة، مش هيفرق كتير. واقلبها كويس جدا، واتأكد ان الكاكاو امتزج مع بقية المكونات وبيديني لون الشوكولاتة الجميل الرايق ده. وعلى نار متوسطة هحط طاسة غير لاصقة من غير ما ادهنها اي مادة دهنية، زي ما هي كده. هتأكد ان الطاسة سخنت قوي. هبدأ اني اوطي النار، هخلي النار شمع. كل شغلي في عجينة البانكيك والنار عبارة عن شمعة هادية جدا، زي كأنك بتسوي الرز بالظبط. عارفة الرز لما يتشرب وتوطي عليه؟ هو كده بالظبط. بس اتأكد ان الاول ان الطاسة سخنت جدا، بوطي النار خالص واخليها هادية قوي. وبعدين هنزل بعجينة البانكيك بأي حاجة ليها بوز. أنا هنا ما لقيتش قدامي غير المغرفة الصغننة دي، وهبدأ بعجينة البانكيك الفانيليا وخلص الكمية كلها. وجنب إيدي طبق واسع بطلع فيه البانكيك اللي استوى، وأول ما بتظهر بابلز على سطح البانكيك بقلبه على الناحية التانية على طول. وبجهز بانكيك الشوكولاتة بنفس الطريقة اللي جهزت بيها بانكيك الفانيليا لحد ما أخلص الكمية كلها. ومن أول لحظة لآخر لحظة في التسوية النار هادية جدا، وتقدري تقدميها بأكتر من طريقة. حشيت البانكيك الكاكاو نوتيلا بيضة بيتي، وغطيتها بواحدة بانكيك تانية، وحشيت البانكيك الفانيليا بنوتيلا شوكولاتة، وبرضو غطيتها واحدة تانية، يعني الاتنين مع بعض، وفي النص الشوكولاتة البيتي اللي أنا عاملاها. أو ممكن تحطي عسل ومعاه شوية فاكهة، هيبقى تحفة. لو ما عندكيش كل ده، شوية سكر بودرة هترشيهم هيبقوا ممتازين. وتقدري تجهزي كمية كبيرة جدا من البانكيك وتحطيه في علبة وتحطيه في التلاجة، تطلعي منه على طول تحطي لولادك منه في اللانش بوكس. صحي وطعمه جميل جدا، هيعجب ولادك أحسن بكتير من الحلويات اللي بيشتروها من السوبر ماركت. وألف هنا وشفا.